السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم بطعم حلو جدا. هنعمل منه بالفراولة وهنعمل بالشوكولاتة وكمان الفانيليا وهنعمل المانجا. طعمه بيبقى حلو قوي، لازم تجربوه لانه فعلا هيعجبكم جدا. وبعتذر لكم على صوتي، معلش انا تعبانة شوية. ادعولي بقى ابقى كويسة علشان ننزل مع بعض فيديوهات حلوة للصيف. يلا نشوف الطريقة مع بعض. اول فليفر هنعملها هتبقى ايس كريم الفانيليا. هنحط ممكن في المضرب بتاعنا، المضرب اليدوي او الكهرباء او الخلاط، هنحط كوباية من الكريمة وكوباية ونص من اللبن. الكريمة هنا مهمة جدا، منصحكوش تستبدلوها بحاجة لان هي اللي بتديله طعم غني قوي كده زي اللي بيتباع في المحلات. مش هيبقى مجرد حاجة مثلجة كده بناكلها، لا هيبقى ايس كريم فعلا غني وطعمه حلو. هنبدأ كده ان احنا نضربهم الاول على سرعة متوسطة. اول الكريمة بس ما تبدأ كده تتقل شوية هنحط كوباية من السكر. يفضل برضو ان الكوباية اللي احنا هنعاير بيها اللبن والكريمة هي اللي نعاير بيها السكر وبقية المقادير بتاعتنا. مهم برضو ان احنا ما نضربش الكريمة زيادة عن اللزوم علشان ما تخرصش معانا او ما تفصلش. تبدأ بس كده تتقل برضو. هنعمل هنا حاجة هي اختياري، هي ان احنا نحط علبة من القشطة دي. القشطة اللي هي بتتباع عادي في اي سوبر ماركت، هي طبعا اختياري زي ما قلتلكوا، بس برضو بتديله طعم حلو قوي. لو هنعمله بالفانيليا بس ممكن نحط علبة كاملة، بس لو هنعمل اي نكهة تانية ممكن نحط بس معلقة او معلقتين، علشان كده برضو تديله طعم حلو قوي. وممكن برضو نشيلها خالص. هنحط برضو معلقة كبيرة كده من الفانيليا وهنضربهم كده مع بعض لغاية ما يبدأ يتقل معانا بالشكل ده. مش هنحتاج ان هو يتقل قوي كده زي الكريم شانتيه، لا بيبقى اخف شوية علشان الكريمة ما تفصلش مننا. ونقلبه كده برضو من تحت كويس علشان نتأكد ان المقادير كلها مختلطة مع بعض كويس. وشايفين سمكه كده بيبقى مظبوط جدا، ما نكترش عن ده. هنبدأ دلوقتي ننقله في اي علبة بلاستيك، طبعا تكون مغسولة كويس قوي وناشفة كويس جدا، نتأكد ان ما فيهاش مية خالص. وهندخله الفريزر اقل حاجة 6 ساعات لليلة كاملة. طبعا بقى بيقعد في الفريزر عندنا ممكن بالشهور مش بيحصل له حاجة خالص. هنعمل بقى تاني نكهة اللي هي بالشوكولاتة، طبعا اللي احنا بنموت فيها كلنا. هتبقى هي المسألة. هنحط برضو كوباية من الكريمة على كوباية ونص من اللبن، ونضربهم الاول كده مع بعض حوالي 3 دقايق، ونحط لهم كوباية السكر، وهنحط برضو معلقتين او نص علبة من القشطة وشوية الفانيليا. واللي هنضيفه هنا بس هيبقى كوباية من الكاكاو الخام. هنبقى ماشيين بالمقادير كلها هي اللي عملناها الايس كريم الفانيليا، وانا برضو هكتب لكم المقادير. وكل اللي هنضيفه كوباية من الكاكاو الخام. هنضربهم كده برضو مع بعض كويس. على فكرة برضو الايس كريم فيه حاجتين مهمين جدا علشان ينجح معانا. اول حاجة البولة اللي هنشتغل فيها لازم تبقى ناشفة كويس قوي. تاني حاجة يفضل ان احنا ندخلها الفريزر حوالي 5 دقايق برضو قبل ما نشتغل فيها علشان تبقى ساقعة وما نحتاجش نضربه كتير. لو مش هندخلها الفريزر هو بيحتاج حوالي 10 دقايق كده بالمضرب لغاية ما يبدأ يتقل معانا وياخد السمك بتاعه. هنبدأ برضو دلوقتي ننقله برضو للعلبة البلاستيك وندخله الفريزر برضو نفس الحكاية من 6 ساعات لليلة. ونعمل تاني نكهة معانا اللي هي بالفراولة اللي انا بموت فيها بقى، هي والمانجا. تبقى برضو المقادير بتاعتنا هي كوباية من الكريمة عليها كوباية لبن عليهم كوباية سكر وبرضو الفانيليا والقشطة بتاعتنا. انا هنا حطيت معلقة واحدة بس من القشطة. وهنحط بقى الفراولة بتاعتنا برضو في الاخر بعد ما يبدأوا يتقلوا شوية. الفراولة هنا انا احتاجت حوالي ربع كيلو كده، عليهم كام فراولاية زيادة. غسلتهم كويس طبعا ونضفتهم وفرمتهم في الكبة، بيبقى من غير اي مية خالص. نفرم الفراولة كده زي ما هي صحيحة في الكبة بتاعتنا علشان تبقى تقيلة كده بالقوام ده. ونحطها كده بالتدريج والمضرب بتاعنا شغال. وممكن هنا برضو نزود حاجة بتخلي كده شكله زي اللي بيتباع في المحلات بالظبط. هنحط لون صناعي اللي هو الاحمر، ده لون بتاع الاكل مفهوش اي مشكلة خالص. لو حابين ان احنا كده نزود منه كام نقطة علشان تاخد لون احمر كده زي اللي بيتباع في المحلات بالظبط. طبعا المحلات بقى كده اللي بتعمله حلو، مش اي محلات وخلاص. المهم في الايس كريم انه فعلا يبقى فيه نكهة كده وفيه طعم حلو، مش مجرد ناكل حاجة مثلجة.
تمام. بعد كده برضو ما خلصنا اللي بالفراولة برضو هننقله للعلبة بتاعته وندخله التلاجة او الفريزر مش التلاجة من 6 ساعات لبرضو ليلة كاملة. وهنا برضو العلبة البلاستيك بتاعتي انا حطيتها في الفريزر شوية برضو علشان يتماسك بسرعة شوية. الحاجات دي نخلي بالنا منها برضو بتبقى مهمة شوية. هنعمل بقى اخر نكهة معانا اللي هي بالمانجا. برضو هنحط كوباية من الكريمة عليها كوباية من اللبن عليهم برضو كوباية السكر. انا حبيت اعمل لكم الخطوات كلها علشان ما تتلخبطوش بس. وهنحط برضو شوية الفانيليا وهنحط المانجا زي ما عملنا في الفراولة بالظبط. انا هنا جبت مانجتين وبرضو قطعتهم وحطيتهم في الكبة من غير اي مية خالص. وهنحط برضو شوية لون كده علشان تاخد لون حلو كده الاصفر كده الغامق شوية ما بتبقاش فاتحة شوية. تمام. برضو هنضربهم مع بعض ونحطها في العلبة بتاعتها وندخلها الفريزر. الموضوع سهل خالص. هما مجرد بس 3 مكونات الأساسية للآيس كريم هما الكريمة واللبن والسكر. ممكن زي ما قلتلكوا بقى نضيف الفانيليا نضيف القشطة نضيف اي نوع فاكهة احنا عاوزينه بس صدقوني بيبقى حلو جدا وبيبقى فيه طعم كده غني قوي لما بنحط القشطة دي بتفرق جامد قوي. وطبعا الفاكهة لما بنعملها فريش بنحس كده بطعمها وبيبقى غني كده وطعمه جميل جدا. مهم برضو قبل ما نقدمه نسيبه بره الفريزر كده حوالي 3 دقايق لما بس يبدأ يفك شوية علشان طبعا بيبقى جامد قوي من الفريزر. فنسيبه كده بره حوالي 3 أو 5 دقايق ونبدأ نقدمه بسهولة قوي. ان شاء الله تجربوه وتقولولي رأيكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس. شكرا.